خرج الممثل رضا العلوي بتدوينة مثيرة للجدل انتقد فيها الفنان المغربي الكوميدي حسن الفاد. وانتقد رضا العلوي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام شخصية إسحاق التي يقدمها حسن الفاد في سلسلة الفاد تيفي التي تعرض على القناة الثانية دوزيم. وكتب رضا العلوي: كتحيي الطاقية كبور كدوخ ليك عزيز عليا وكنحتارمك، ولكن هذه هي الصراحة. وفي سياق آخر، كانت حرب الخلاف قد اشتدت بين الفنانة المغربية دنيا بوطازوت والكوميدي حسن الفاد في الأيام القليلة الماضية. خرج الفنان المغربي طارق البخاري عن صمته بعد الجدل الذي أثير بسبب مقطع فيديو تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجمع طارق البخاري بمحمد الجم. ورد الفنان طارق البخاري على الفنان المغربي محمد الجم الذي رفض مسامحته حسب ما وثقته عدسات الكاميرا بالرغم من تقبيل رأسه، مؤكدا في تدوينة نشرها عبر الانستغرام أن خلافا قديما حدث بينه وبين الجم، غير أن هذا الأخير رفض تجاوزه. وجاء في منشور طارق البخاري الذي تكلم فيه عن ما حدث بينه وبين محمد الجم قبل سنوات عدة قائلا: الحمد لله قلبنا ابيض، خلينا من الحقد والضغينة، نحترم شيبة الناس وسنهم، حنا كدوز غير سيمانة كنساو اللي غلط فينا ودرنا، وبنادم من عامل فيه الحاقد عليك حينت في واحد تصوير ما قبلتيش ليه داك الشي ديال التحسريف والتبنديق، ولأنك رفضتي مصطلح البراهج ديال الدومين. الله يرزقنا حسن الخاتمة ورجاحة العقل، والله يرحمك يا عزيز العلوي. تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان الكبير محمد الجم وهو في حالة هيجان شديد بعدما حاول زميله طارق البخاري أن يطلب منه الصفح والعفو بحضور الكوميديا الشهيرة حنان الفاضلي. هذا المقطع الذي قالت بعض المصادر أنه وثق داخل مؤسسة سجنية حيث جرى تنظيم حفل إفطار لفائدة السجناء بمناسبة شهر رمضان الأبراك، أظهر محمد الجم في حالة غضب شديد خلال حواره مع طارق البخاري الذي ظل يقبل رأسه ويسأله الصفحة عن سلوك سابق صدر عنه. وفي هذا الصدد قال محمد الجم لأحد الحاضرين: يا قلت لك إلى كان الخيار والبخاري منجيش، قبل أن يصرخ في وجه هذا الأخير قائلا: وخد 12 مليار سنة والله ما نسمح لك إلى يوم الدين. فجع الممثل المغربي عبد الكبير رقاقنا بوفاة والده حسب ما أعلنه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على الانستغرام. واكتفى عبد الكبير رقاقنا بنشر صورة يعلن من خلالها خبر الوفاة قائلا: إن لله وإن إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، البقاء لله. واتضح من خلال التعليقات على منشور عبد الكبير رقاقنا على منشور الفنان عبد الكبير رقاقنا أن والده هو المتوفي، حيث حرص عدد من متابعيه وزملائه من الفنانين على تقديم واجب العزاء له. حرص الفنان المغربي محمد الخياري على تقديم واجب العزاء لزميله الفنان عبد الكبير رقاقنا الذي فجع بوفاة والده، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. وعمد الخياري على تقاسم صورة جمعته بالفنان عبد الكبير رقاقنا وتلة من الفنانين المغاربة، علق عليها قائلا: عزاؤنا واحد في فقدان زميلنا عبد الكبير رقاقنا لوالده، إن لله وإن إليه راجعون.
وجدير بالذكر أن الفنان عبد الكبير قاقنا كان قد أعلن عن خبر الوفاة عبر خاصية ستوري وتدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمنت ما يلي: إن لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، البقاء لله. وجهت وزارة الثقافة والتواصل في شخص وزيرها محمد مهدي بن سعيد اليوم الثلاثاء دعوة للفنان المغربي عبد الهادي بالخياط من أجل الاطمئنان على صحته وأحواله. وحول تفاصيل هذا اللقاء تقاسمت الصفحة الرسمية للوزارة على منصة فيسبوك صورا جمعت بين الوزير المهدي بن سعيد والفنان القدير عبد الهادي بالخياط مرفوقة بتدوينة جاء فيها: استقبلت صباح هذا اليوم عميد الأغنية المغربية الفنان والمطرب عبد الهادي بالخياط، وذلك من أجل الاطمئنان على صحته وتبادل أطراف الحديث معه، بحيث أكدت له أن أبواب الوزارة ستبقى دوما مفتوحة أمامه وأمام كل أعمدة الفن المغربي وأهرامه. كما كان هذا اللقاء فرصة لاقتراح فكرة تنظيم سهرة تكريمية للسيد بالخياط بمسرح محمد الخامس عرفانا لما قدمه طيلة العقود السابقة خلال مسيرته الفنية. وأعرب عدد من النشطاء عن سعادتهم بهذه الالتفاتة، خاصة وأن عبد الهادي بالخياط يحظى باحترام كبير من الجمهور المغربي. أعلنت الممثلة المغربية سعاد النجار من خلال بلاغ نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام عن تأسيسها لمؤسسة محمد البسطاوي للفنون الدرامية، والتي ستهتم بكل ما هو فني وثقافي. ووجهت سعاد النجار الدعوة لجميع الفنانين المغاربة والشباب المهتمين والعاملين بالقطاع الثقافي للانضمام إلى المؤسسة والمشاركة في أنشطتها. كما أوضحت النجار أن باب المؤسسة مفتوح في وجه أبناء الشعب الموهوبين والطاقات الفنية الصاعدة، وأشارت إلى أنها ستعلن قريبا عن مشاريع وبرامج مؤسسة البسطاوي، كما وعدت الجمهور بمفاجآت كثيرة. سجلت اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري حوالي الساعة 6 صباحا و7 دقائق هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.4 على سلم ريشتر بعدد من المناطق بجهة مراكش آسفي. وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع جوجل أن الهزة بلغت قوتها 4.4 وحدد مركزها بإقليم شيشاوا وبالضبط جماعة أداسيل. وأيقظت هذه الهزة المواطنين بمراكش وعدد من المناطق بشيشاوا والحوز من نومهم، حيث أكدوا في تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة كانت محسوسة